54. هاي المراحل اللي عم بيشوفوها قدامكم، هاي كيف كانت المرأة قبل على دور دواعش، وكيف صارت وكيف وقفت على حيلها. كيف كانت مرأة شلون وهسه شلون بعد صارت. مثقف صحي، مستوصف القرة من جبل قزوان. على أيام دواعش كانت المرأة وضعها مأساوي جدا، طبعا ما كانت حريتها خالص مقيدة، كانت معدومة شخصيا ونفسيا واقتصاديا. المرأة كانت تعاني بشيء كبير من قبل دواعش. يعني مثل كانت عندنا المرأة ممنوع تطلع من البيت، ممنوع تطلع على السوق، ممنوع تتسوق، ممنوع تروح على المدرسة، ممنوع عليها حريتها الكافية كامل، ممنوع عليها. الصحية كانت المرأة إذا بدها تنجب لازم تنجب بالبيت، تموتين وتطيبين بالبيت، ممنوع تروحين على الدكتور. فمرة صارت عندنا قصة، صارت عندنا مرة حالة ولادة، أخذناها، كانت الطرق مسكرة، يعني وين ما كنا ناخذها على مكان كانوا يوقفون قدامنا يقولون ممنوع تروح. قلنا المرأة صارت يعني حالة مأساوية، جبنا حتى ورقة من عند قابلة، كانت بالعامرية القابلة، جبنا منها الورقة، قلنا إنه يعني مرة حالتها خالص بدها دكتور، قالوا ممنوع ترجع على البيت، الطيب تموت، ممنوع تروح على الدكتور المرأة. رجعنا المرأة على البيت، المرأة ظلت يومين، بعد اليومين صار معها نزيف، استأصل الدم منها خالص وماتت المرأة، فقدت الحياة. المرأة كانت حريتها أنه تكون بين 4 حيطان بس بالمنزل، ممنوع تطلع برا المنزل. فكنا على دور دواعش إذا نكون موجودين برا، إذا تجي سيارتهم أو يجون فورا، لوش ما كان بإيدينا بدنا نكب الشيء اللي بإيدينا، ولازم نجي نركض ونفوت ونسكر الباب على حالنا، ممنوع لازم نطلع لحتى ما بيعدوا. عشنا معهم قصة مأساوية جدا. نحن كنا لاجئين لأنه الخط خالص، يعني ما ضل حدا يمشي بالخط، كنا بالمشاريع، يعني مشروع فلحة كنا نشتغل غادي. فمرة صارت معانا قصة، زوجي راح لحتى يجيب الغنم النعجة، رحت أجيبها، فبعد ما جاب النعجة وعدى شوي من الطريق اجى السيارة من الحسبة دواعش، فقبل ان يعدي زوجي انفجرت السيارة وراه. وقت انفجرت السيارة وراه الحقوا الموتور وصاروا يضربون بالاطلاق النار عليه، وقفوا قالوا له انت اللي سببت التفجير للسيارة. فجابوه لعندنا على البيت، كنت طبعا انا كنت موجودة بالبيت، وقفت السيارة اني تقبيت ما طلعت، كنت جوا ما استرجعت اطلع. وقت شفت الشيء انه لمسنا انه جايين لحتى ياخذون زوجي، طلبوا هويته تاخذون الهوية معاه. وقت اخذوا هويته قالوا انه راح ناخذك، يعني انه يعني على ما فهمونا انه راح ياخذونه على القصاص، انه انت اللي سببت التفجير للسيارة، وراح يروحون اذا راحوا الاخوة انت اللي مسؤول عن موتهم. يعني اتهموه اتهام انه السيارة هي انفجرت لحالها، داست لغم وانفجرت، فوجهوا الاتهام لزوجي انه انت اللي فجرت السيارة. وقت اخذوه طبعا انا كنت لابس اسود، طلعت صحت عليهم قلت لهم انه انتم تريد تاخذون زوجي مو مرأة، وعلى اساس انه المرأة ما يصير تظل بالبيت لحالها، وانا مشروع هنا وما عندي حدا ولا لي قرايب ولا لي شيء. ما ردوا علي، بس كنت لابس شو اسمه، كان اشيله مني، قلت له هاي مشان ترضون، مو انتم ما تقبلون ان المرأة تظل مقطعة، هاي شلت القطع انا، شوفوني شو تسوون. طبعا ما ردوا علي، خذوا زوجي، ركضت وراهم مسافة ورجعت. رجعني صاحب المشروع قال انه اذا تظلين ملحقة شو اسمه يمكن هسه يرجع ياخذونك انتي، او يمكن يذبحون اطفالك معك. واخذوه وراحوا، ظلوا مسافة 15 يوم يظل يجون ياخذونه ويرجعونه مشان الصلاة. نحن نعرف نصلي، بس لازم نصلي على ما هم شلون صلاتهم بدنا نصلي. ممنوع تغني، ممنوع تلبس لباس ملون، ممنوع عليها تطلع من البيت خالص، لازم تظل مغطية ومغشية، ولازم ما تطلعين البيت خالص. إذا شافوا وحدة منا تكون برا يجوا ياخذون الزلمة يجلدون ويرجعون. يعني احنا ما ياخذونا، بس ياخذون يعنفون الزلمة انه ليش مرتك برا بدنا ناخذك نضربك. المرأة كنا نحن نتعنف نفسيا،
ما ياخذونا يعنفونا جسديا بس يعنفونا نفسيا. يعني الشيء كان يصير اكيد راح ياثر على صحتنا النفسيه وياثر علينا بشيء مطلق، انه يعني انه على الشيء كانوا يسوونه، يعني مثل ما اللزلمه كانه صاير معنا، يعني عايش كانه نحن المراه زاد نشوف هالشيء. يعني احساس كان حيل حلو انه تحرر جبل قزوان من دواعش. صارت المراه حره، صارت المراه تطلع من المنزل، صارت تروح على السوق، صار اذا يلزمها قرض بتروح تجيبه، صارت تلبس، صارت مراه حره مستقره. بما انا كنت مراه معنفه نفسيا، التجأت الى مستوصف القرة اللي هو مركز صحي. فنحن دخلنا مهنة التثقيف الصحي اللي هو يعطي توعية وجلسات للعالم، وكيف كانت أول المرأة وكيف عاشت وكيف هالساعتين. فنحن بمجال التوعية كامل صحيا ونفسيا، وعن زواج الأقارب وعن زواج القاصرات وعن أي شيء صرنا نقدم للعالم كشيء شفناه نحن قبل. صرنا يعني توعينا انه رح نعطيه للعالم حتى ما النساء تشوف الشيء اللي احنا شفناه وصار معنا. التثقيف هو يعني اساس اللي الصحه النفسيه هو التثقيف الصحي. التثقيف الصحي هو يعطي توعيه، يعمل توعيه، يعمل جلسات، يحكي للعالم عن المواضيع، يحكي للعالم عن يعني اي شيء يصير، اي شيء مرض او اي شيء انسان ما يكون نعرفه، نحن المثقفين الصحيين نقدمه للعالم وبنعرف العالم على كل الامور اللي بتصير. انه نحن كنا مرأة بقفص مقيد مسكر، وهالساعتين القفص تحرر وطلعت منه وطرنا وكنا طلعنا. كنا صرنا يعني عصافير وحمام طاير وطلع من القفص كان موجود به.